أسوأ رواية قريتها في 25، حاوي لعبد الرحمن حجاج. بص يا صاحبي، قد تتفق او تختلف معايا، بس اسمع اسبابي الاول وانا هقول لك ليه. الروايه بتبدا برحيم لاشين، وقد اعتقد ان اسم لاشين ده فيه لعنه ما، بس لسه ما عنديش دليل. رحيم لاشين ده بيكون كاتب لروايات رعب، واثناء وجوده في معرض للكتاب وبيكون بيمضي للقراء، بيجي له قارئ بيقول له اخر روايه دي ما كانتش قد المستوى يا فنان، بيضحك له رحيم ضحكه صفرة وبيسيبه يمشي. بعد كده بيطلع وراه بيخلص عليه. ودي يا صديقي بتكون البدايه او النهايه، ايهما اقرب. البدايه دي يا صديقي بتشد في الاول جدا، بيطلعك سابع سما، بيكون عندك توقعات عاليه جدا. يعني تخيل معايا كده يا صديقي ان اي كاتب مثلا كتب روايه والقراء قالوا له لا يا فنان والله دي ما كانتش قد المستوى، وخلص على الكل، كل القراء هيبقوا في خبر كان. وده يخليني برضو اقدم تنويه، ده مجرد انتقاد يا استاذ عبد الرحمن حجاج، مش حاجة، يعني ده انتقاد بسيط للرواية مش لشخصك والله، يعني للرواية فقط لشيء. عموما مش هتعرف تستدل على مكاني، محدش عارف يستدل على مكاني، انا هختفي الفترة الجاية يعني. اوكي بس وربنا يستر علينا جميعا وعلى كل القراء. الرواية زي ما قلت لك يا صديقي البداية شدتني، طلعتني سبع سما، بس كمية اللاواقعية اللي جاية بعد كده وقعتني سابع ارض. يعني مش هقول لك يا صديقي ان انا اقسم بالله كنت بكمل الرواية عشان عايز اعرف العبث ده هينتهي بايه. بس ورقة وقلم يا ست الكل واكتبي معايا اسباب اللاواقعية في رواية حاوي. رقم 1، الدوافع لكل الجرائم اللي حصلت ولا ليها اي 60 واقعية، يعني خصوصا الجريمة الاولى. يعني عيل 8-9 سنين يقتل صاحبه عشان قفل على الاوضة فهيتأخر على ابوه. اي فنان، ده انا كده كنت قتلت نص مدرسة ابتدائي على اللي كانوا بيعملوا معايا. ده انا لو وقع منهم حد تحت ايدي هعمل فيه عمايل. الدافع كان ضيع في كل الجرايم. انا عموما ما اقتنعتش ولا دافع، انت اقتنعت انا ما اقتنعتش. نتمشى شويه في الاحداث ونيجي للاخر كده اللي هو وقت هروبه. كميه لا واقعيه، انت عايز تجنني يا استاذ؟ يعني واحد المفروض ان هو قاتل متسلسل وخطير والجرايد كلها تكتب عنه والسوشيال ميديا قلوبة عليه ومشهور جدا عشان هو اصلا كاتب حلو. طيب واحد هيتعدم خلاص، يعني اتحكم عليه بحكم الاعدام، لا قال انا نفسي والله اتمشى على البحر قبل حكم الاعدام، هيوافقوا له اصلا؟ انت سمعت عن اي قاتل توافق له على حاجه زي دي؟ انا ما سمعتش، لو انت سمعت قول لي والله. طيب تاني حاجه، ان هو اصلا يكون موجود في مكان زي ده وما يتامنش تامين جامد من اللي هو التامينات اللي بتتعمل كده في الاحتفالات والحاجات الجامده. مسدس يدخل المكان ده ازاي؟ لا ويديه لانوبيس ويقول له صوب على اكتر عدد من الضباط، هم الضباط دول يعني اتعاموا مش شايفينه يعني وبيديله المسدس؟ طب بلاش هعديها لك، البحر ما يتامنش؟ يعني احنا موجودين على البحر، ابسط شيء البحر ده يتامن بشتى الطرق، ان مفيش ولا مركب حتى تهوب، مفيش سمكايه صغنونه تهوب في الحته دي. مركب تيجي وتاخد استاذ حبيب وشلته وتمشي عادي كده؟ اللاواقعيه جايه. الصحفي، يعني الصحفي يقتل صاحب البيت عشان الايجار المتاخر ده بتاثير وايحاء من حاوي. معلش هو لو حصل كان نص البلد ميته، يعني ده مش واقع خالص. وهيتاثر بحاوي ليه اصلا؟ يعني معلش، يعني هو حاوي ده طه حسين اجيب محفوظ؟ ده واحد قاتل مرمي في السجن، يعني الواحد لما يعتبر بحاجه عدله. حته كده الحبكه فيها كانت واقعه. المفروض ان احنا في البدايه داود اللي هو الضابط بيدور على انوبيس لان شغله كله باظ، وان هو مرفوض يعني واخد اجازه من شغله بسبب الموضوع ده والقصه دي، وانه عمال يقول لمراته ان شاء الله هلاقيه والكلام ده. نكتشف في النهايه ان مراته عارفه وان هو عارف اصلا انوبيس والدنيا دي كلها دايره حواليه. طب بيلف ويدور لو يدور على انوبيس؟ معلش يعني الحبكه هنا واقعه. هل انت عايز تضحك عليا ولا تضحك على القراء ولا تضحك على مين؟ نيجي بقى حته، يعني احنا مثلا عشان نقول ان حاوي ده كان ضحيه نقول ان ابوه كان مبهدل والبهدله السودا دي، يعني انا مش لاقيه سبب. هو قتل الام عشان كان مش عايزه تاخد الابن ويطلعوا بره او تهرب وتاخده. طيب يعني ان هو بيحبه؟ لا بقى المعامله دي، ده كان ناقص يسخن المعلقه السخنه ويحطها له في قفاه، يعني ما فيش تاخير. يعني انا كنت بسمع الحاجات دي بتعمل مع البنات، ما اعرفش ان هو بتعمل معاه، يعني ما فيش تاخير، ما فيش مش عارفه، ما فيش واقعيه. نيجي بقى الحته كمان في عدم الواقعيه، ابوه بيعرف التحنيط، هنقول ماشي تعلمه مثلا. حاوي بعد ما قتل ابوه بيكتب على اليوتيوب تعليم التحنيط للمبتدئين. والله يا فنان انا يعني ما استجريش ان انا ابحثها دلوقتي على اليوتيوب اشوف هينفع اتعلم ولا لا، والله يعني ما استجريش اعملها. ان انا تحنيط المصريين القدماء قعدوا فيه قد كده، انا اتعلمه للمبتدئين في البيت من اليوتيوب. وككل قاتل لازم يكون ليه جاد فازر يعلمه وياخد بايده في هذا المجال، المجال ذو الضلمه السوداء المحفوف بالخواطر. استاذ حاوي برضو بيكون ليه الجاد فازر بتاعه، واللي بيكون حارس النادي اللي حصلت فيه اول جريمه. ده راجل عجوز ومكهكه، يعني انا اصلا اول ما شفته قلت والله ده راجل بركه، يعني مش عارفه ايه يطلع بهذه الخطوره.
طب ها ماشي، هنقول والله الشخص عارف ان هو يستخبى ويعملهم علينا. طب ماشي، هذا الشخص ان هو يبدو ان هو اصلا خلفيته ان هو واحد جاي من الصعيد وقاتل وبتاع مش عارفه، هيبقى عنده كميه هذه المعلومات عن السكاكين ده. الحاجات دي عايزه حد محترف جامد يعني، من اللي هم الناس بقى بتوع اللي هم الامريكان بقى، والحاجات اللي هي بتاع الافلام الرعب دي. ما تعملهمش علينا فنان والله، يعني الحته دي ما كانتش ليها حبكه، مش واقعيه بجمله اللي فاتوا. وبرضه بنوه، ده اراء، دي اراء يعني، انتقاد واراء، عشان بس برضو ايه لا تصيبنا اللعنه بتاع الروايه. حته برضو لا واقعيه نتكلم عنها. المفروض ان هو حويم او رحيم ده ان هو كاتب رعب، ورواياته كلها بتتكلم عن الرعب والدمويه، وبيكتب تقريبا يعني كل الجرائم اللي هو بيعملها بيكتبها في الروايات دي. وذاكر اسم البطل الاساسي في الروايه بتاعته حاوي، اللي هو اصلا الناس كلها عارفه ان الجرائم دي باسمه. ده مش هيشكك البوليس مثلا؟ يعني مش مثلا ده دلوقتي اللي بيكتب بوست بعدها بساعتين بيتقفش، ده بيكتب سنين وعادي عدت عليهم يعرفوه في الاخر ويتمسك في الاخر. معلش يعني، اعتذر ده ما ينفعش، لا اتقبلها بصراحه. ده نص بتوع التيك توك موجودين دلوقتي في الحبس. استاذ حاوي ده كان متساب ازاي؟ وانا لا اتقبل ان حاوي يتصدر لنا على ان هو ضحيه ومظلوم يا عيني. ده انسان مختل، اسف يا استاذ عبد الرحمن، ده انسان مختل، لا ما ينفعش والله. لا يعني ممكن اعدلك كل اللي فات، يعني يصعب عليا مين؟ انا شوف صعب عليا يعني شخصيات كتير وقليل في روايات كتير وقليل. عمر ما حاوي ده يجرؤ ان هو يصعب عليا مين؟ ده راجل مختل، ده لو كان قدامي دلوقتي انا كنت وريته بقى اللي بيعمل في الروايات وفي الناس دي عليه. هو عموما يا صديقي يعني الهدف وراء كل جريمة ملوش اي هدف والله، يعني مفيش حاجة كده اللي هو بانتقام شديد مثلا. او القتل غلط عموما يعني، دي مش اكيد يعني مش هوضحها لكم النهارده، دي واخدينها واحنا في حضانه. القتل غلط والكذب حرام والسرقه حرام، واخدينها في اللي واحنا صغيرين. فمش جايه ببرر يعني، مش جايه هقول لك ان القتل غلط، هو كده كده غلط، بس لو هتقتل فيبقى في دفع. فالدافع يا فنان، مفيش ولا دافع في ولا جريمه منهم يستحق انه يعمل حاجه صعبه زي القتل. نهار اسود، انتوا بتقولوا ايه؟ نيجي للنقطه اللي جايه برضو اللي هي فيها عدم واقعيه. حاول لما قتل ابوه راح يبلغ ان هو ابوه مختفي، وبعد كده ظبطوها ان هي انتحار. يعني البوليس ما فكرش ب3 جنيه ان هو يروح الفيلا يفتش ويشوف مثلا ان الفيلا دي فيها قبو، القبو ده فيه شويه جثث كده نشوفهم مثلا نفتش عليهم. هي الاجراءات القانونيه ما وصلتش الروايه يعني. انا والله ما اعرف في القانون قوي، بس من معلوماتي العامه ان ده بيحصل، انه لو حد اختفى لازم بنفتش بيته مثلا. ما تفتش ليه يا استاذ عبد الرحمن؟ والله انا تعبت لك. الابطال اللي في الروايه كلهم ماتوا يعني. انا كان نفسي اجيب لك حد عايش اجي بيه كده يعني يحضر معانا الفيديو، يعني اعد لك مين ولا مين. كلهم ماتوا تقريبا، ما فيش الا هو ومراته والدكتوره اللي افتكرناها ماتت طلعتش ماتت، بس 3 شخصيات كفايه عليك. يلا الف مبروك. كان ناقص القراء يموتوا ونعمل بعزة كبير لكل القراء دول كلهم. كمية دموية ووصف لمشاهد القتل ملهاش اي داعي ولا ليها اي لازمة يعني. لا كل الاحداث وقطع كذا وشرح كذا وفصل كذا عن كذا. انا والله ما عايزه اوصف، او عموما انا مش بخاف بس بقرف عموما من الحاجات الدمويه دي. يعني كنت اتفرجت على فيلم رعب لا اقراه في الروايه، ما حبيتش الدمويه زي دي. عموما الدم لما بيكتر بيبقى ولا حاجه، مش بيبقى ليه نفس التاثير. الحاجه لما بتبقى نادره كده بتحقق تاثيرها. ده رايي برضه ماشي. احنا برضه خلينا في الامان. دول كلمتين نستر بيهم الريفيو ده. الاسلوب والله كان بدايته حلوه قوي، والتسلسل اللي عامله كويس. اللغه العربيه الفصحى تحسب له حلوه. انا بقول كلمتين حلوين اهو. نيجي بقى لنقطه تانية. انا لا قلت كل الكلام ده، انا بشوف ان الروايه طالما متصدره لي ان هي ما قاليش ان ده خيال، يعني اكتب مثلا في الروايه ان دي خيال علمي، خيال مش لا يمت الواقع بصله مثلا، هذا هتقبل ان انت تشطح بخيالك براحتك، يعني خد الناقه واشرخ براحتك. لكن الفكره ان الروايه متقدمه على انها تشبه الواقع، ده اللي انا شفته. ده لا تمت الواقع بصله، ده لا مش واقعيه خالص. كميه الحاجات اللي انا قلتها دي مش واقعيه. الروايات ساعات كتير بيحصل فيها شطحات خياليه من الكاتب وبنتقبلها على حسب السياق اللي متقدمه فيه، لكن السياق اللي كان متقدم فيه ده ان هو قاتل ومتسلسل، يبقى لازم كنا نعمل اعتبارات للقانون والاجراءات القانونيه اللي بتتعمل، ونعمل برضو يعني لعقل القارئ اللي بيقرا ده. نعمل مثلا لحاجات زي الحاجات اللي انا قلتها دي كلها. الدافع ده اهم حاجه في الجريمه، يعني ده بيقول لك الدافع وسلاح الجريمه، دول اهم حاجتين يعني، صح؟ بتاع القانون بقى يفيدونا. بس وده بتكون وصلنا لنهايه الريفيو. استاذ عبد الرحمن، يعني اعتقد اعتقد انت ممكن تتقبل اراء الاخرين عادي، عشان بس لا حاول تلعب في الموضوع يعني وتلاقي بتقتل
نخلص يعني على الناس اللي بتنتقد، لا ده انتقاد عادي. بس وعموما لو اختفيت الفتره الجايه يبقى دوروا عليا برضو، وانا هحاول ان انا ما اعرفش حد بطريقي. الدنيا مش مضمونه دلوقتي، والروايات مش مضمونه، واللي بيقول رايه بيروح في داهيه. فخير ان شاء الله. بس وده كده نهايه الريفيو بتاعنا، اللي هي من اسوأ الروايات اللي انا قريتها في 25. في حاجات تانية سيئه هجيلكوا بيها برضو، وفي حاجات تانية كانت حلوه جدا برضو. ممكن نعمل كده فيديو كل فتره اقول لكم الخلاصه يعني بتاعت اللي قريته. بس واستنيني بقى في حاجه جديده ان شاء الله لو عشنا. سلام.